نريد شباب معتزا بلغته التي كانت يوما ما لغة الثقافة، وبها كتب ابن رشد. ولننظر لدى عصابة تل أبيب نفسها، إنها تستعمل اليوم اللغة العبرانية في تدريس جميع العلوم، وعندما تعوزها كلمات حديثة للتعبير عن تصورات ومفاهيم حديثة، إلى ماذا تعمد للتعبير عن هذه المفاهيم الجديدة؟ إلى ماذا تلجأ اللغة العربية. إن الأمم التي هزل تاريخها هي تلك التي أعرضت عن ذكر مفكريها وعلمائها، ورمتهم حيث رمتهم الأيام التي لا تبقي إلا على كل عزيز قوي. ما العزة إلا بالعلم، وما القوة إلا بالمآثر التي خلدها العلماء والمفكرون. وإذا كانت الأجساد كلها آيلة الفناء المعلوم والمحتوم، فالمآثر تظل دائمة البقاء كالخير والحق والجهاد. وما على الأجيال اللاحقة التواقة إلى المجد والعلا إلا الرجوع إلى علمائها للاقتفاء والاقتداء، إرساخا للتقاليد العريقة للأمة، وتحقيقا للتواصل الحضاري بين حلقاتها الذهبية، تحت شعار غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون. ومن بين رجال الجزائر الذين تركوا بصمة في التاريخ المفكر والمثقف والسياسي الجزائري مولود قاسم نايت بالقاسم. ونعود إليه من حين إلى آخر، ولكن بفضل حرص السادة العلماء على غرس هذه الأفكار في الأمم، في الأميمات كما قلت بالأمس، الأمة الإسلامية الواحدة إن شاء الله تعود كما كانت، بالحرص الشديد بالإلحاح والتكرار. العالم الألماني الكبير في التربية إبنغهاوس يقول كما كان يقول أسلافنا كالنقش في الحجر، ليس فقط في الصغر، طوال الحياة، طول الحياة الإنسان يعيد ويكرر وينقش ويغرس ويقعر في الأفكار إلى أن تدخل في الأمخاخ، إلى أن تدخل في طبقات الدماغ، إلى أن تدخل في طبقات المادة الزرقاء التي مع الأسف مع مرور الزمن تعفنت قليلا. ولد مولود قاسم نايت بالقاسم في اليوم 6 من يناير 1927 في قرية بالعيال، بلدية آقب، ولاية بجاية. والده السعيد نايت بالقاسم وأمه حفصة بيموث. خلق في أسرة متواضعة في المال والعلم، ولكنها عرفت بمناهضتها للاستعمار الفرنسي. كان عمره 14 سنة، وكان أيام دراسته كان مثال الجد، مثال النشاط، مثال الأخلاق الكريمة، زيادة على كونه يقوم بالدراسة بتعلم حفظ القرآن في مدة وجيزة. تلقى مولود قاسم تعليمه في عدة مدارس، وعرفت مسيرته الدراسية عدة مراحل ساهمت كلها في تشكيل ثقافته وتوجهاته فيما بعد. درس اللغة العربية في مسجد القرية، حيث بدأ بحفظ القرآن على يد محمد أمقران والشيخ محمد أقسوح، ليلتحق في سن 6 من عمره بالمدرسة الابتدائية الفرنسية. فكان رحمه الله يتلقى نوعين من التعليم: تعليم عربي حر متمثل في الكتاب، وتعليم نظامي متمثل في القسم الفرنسي، ليتنقل بعد ذلك إلى مدرسة التربية والتعليم بقرية آيت عباس، ليأخذ مبادئ واسعة في اللغة العربية والفقه. وفي عام 46 و1000 سافر إلى تونس لمواصلة الدراسة بجامع الزيتونة، وهناك كان أحد المسؤولين الستة على اتحادية حزب الشعب الجزائري، وذلك في جويلية 49 900 و1000. انتقل بعدها إلى باريس، حيث أمضى هناك 10 أشهر بمعهد اللغات الشرقية ليتعرف على مناهج المستشرقين. وفي الوقت نفسه
كان يشتغل بمكتب اتحادية حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وبعدها بعام غير وجهته إلى القاهرة، حيث استدعاه الشاذلي المكي ممثل حزب الشعب الجزائري في إطار لجنة تحرير المغرب العربي. وبالقاهرة التحق مولود قاسم بكلية الآداب، حيث تحصل هناك على شهادة الليسانس في الفلسفة. عاد بعدها إلى الوطن، وقد آلمه انقسام حزب الشعب، لكنه لم ييأس، فالمحنة عنده تولد الهمة. وما إن اندلعت الثورة حتى كان من الملبين لنداء جبهة التحرير الوطني بإيمان عميق، فعين على رأس ممثليه لقيادة الثورة الجزائرية في أوروبا، متنقلا بين سويسرا وألمانيا، فلفت نشاطه هناك الأعين، وألقي عليه القبض وطرد من ألمانيا، وذلك عاما قبل الاستقلال. أما بعد الاستقلال عاد إلى أرض الوطن بنفس منتشية وهمة لا تعرف الملل، ليكون على رأس إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، ثم مستشارا سياسيا. وعام 70 900 وألف عين مولود قاسم وزيرا للشؤون الدينية. شكل مولود قاسم نايت بالقاسم بثقافته الموسوعية المتفتحة وإنتاجه الغزير دائرة معارف جمع فيها بين الفلسفة والتاريخ والدين واللغة والفن، ومن بينها نذكر كتاب الجزائر باللغة الألمانية، أصالة أم انفصالية، مآثر فاتح نوفمبر، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830 بجزئين، إضافة إلى عدد كبير من المقالات، وأبرزها لسان العرب، الشعب، المنار، البيان، الفيحاء، إضافة إلى عدد معتبر من المحاضرات والأحاديث التلفزيونية. فهذا الرجل المثقف كان يكتب ويحاضر ب5 لغات، وهي العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية والسويدية. انتقل مولود قاسم نايت بالقاسم إلى الرفيق الأعلى، والجزائر تعيش أحداثا خطيرة، فقد أعلن عن وفاته في اليوم الذي انفجر فيه مطار هواري بومدين في 27 من أوت من عام 1992. قال في حقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة: إن وطنيتك المتوهجة وحبك للغة العربية وتبحرك فيها قد جعلك تأنف من تعليق الأطماع والأغراض بستار من تلفيق المعاني وتزييف الكلمات المتعارف عليها. وقال في حقه عبد الرزاق قسوم: ففقيدنا شجرة للمعرفة تعددت أغصانها شامخة في الأعالي نحو الأفلاك، ضاربة الأصول في الأعماق، تلتقي كلها على مسماه هو بالإنية والأصالة. وقال في حقه محمد الشيخ بن شريف: سي مولود أحد عباقرة الجزائر، المثل الأعلى في العمل والإنتاج في مختلف المجالات الحياة، وما كان ليؤثر فيه إرهاق ولا مرض، وكل ذلك سهل هين ما دام العمل من أجل مصلحة الوطن وبناء كيان هذه الأمة. لا يعرف الجبل الأشم من الرجال سوى الجبل، والناس ما جهلوا الرسالة والكتابة في خطل. مولود قد بكت القلوب على رحيلك المقل، كنت الغيور على العروبة والجزائر في الدول، يأبى يراعك أن يكون لغير دينك يا بطل، تأبى الشجاعة فيك أن تهوى الليونة والكسل، قد زال شخصك فجأة لكن روحك لم تزل، كالطير تهتف في الجزائر بالخلود والأمل.